وحشتوني جاهزين. ووصفتنا النهاردة حكاية، لا دقيق ولا سكر ولا حليب ولا ايه ولا زيت ولا زبدة. هنعمل حاجة ما حصلتش، صحية 100%، وطاقة. حاجات بقى ايه، انسوا. حقيقي تبارك الله، مش هنتعب خالص خالص خالص. تعالوا شوفوا قد ايه الجمال بتاعنا. عايز اقول الاول، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وتابعوني على صفحتي على الفيس، وتتابعوني على قناتي التانية. بصوا بقى الجمال، ابدعي بقى. هنا كنت بكتب مقاس الصينية عشان اديكم المقادير مظبوطة على الصينية اللي انا اشتغلت عليها. هنستخدم الشوفان، هناخد كوبايتين من الشوفان. انا هديكم مقادير لكوبين 2 بس، ولما تعجبكم بقى معاكم المقادير ظبطوا زي ما انتوا عايزين. هننزل بذرة من الملح، هقلبهم تقليب بسيط كده. هنزل هنا بالتشوكليت شيبس، وبعدين هنزل عليه. نسيت اقول لكم كمان اني انا هنا استخدمت العسل بديل السكر. لو حابه تستخدمي السكر استخدميه. هنا نزلت بشوفان الخشن وشويه من البودر. المقادير اللي انا هكتبها لك هتبقى مقادير كوبايتين، فما تقلقيش. وبيضه واحده. وهنزل هنا بالفانيليا السايله، تقدري تستخدمي البودر برضو. هنا بقى لان فيها بيض وهدخل ايدي يبقى محتاجين جلافز. يلا عدوا، هستخدمه وانا ما بحبش استخدمه، انا بحب العك. وقلت بقى يلا ادوس، بس عشان ريحة البيض ما بقدرش الصراحة اكمل فيها. يلا. هنا بقى، عارفة كأنك بتعصري طماطم كده زي زمان في العصور اللي انت فاهمها، ها. تمسكي كل الخليط ده، الشوفان مع الحاجات اللي احنا ضفناها مع بعض، وتفضلي تعصري بيها في ايدك، مش تعجني، اعصري بس. عارفه يعني ايه تعصري؟ بحيث انك تطري الشوفان وتكسريه بايدك. انا مش عايزه على فكره اكسره الا كنت طحنته. انا خدته صحيح وخدت جزء منه الناعم عشان يربط الخليط بتاعنا، اهو زي ما انتوا شايفين. ووزعته بالكميات اللي انا مناسبه، بحيث ان انا اقدر اتحكم في المقادير بتاعتي. وهنزل بالعسل قدامكم. مفيش، لو مش عايزه تحطي تستبدلي العسل بالسكر براحتك. هو في الوصفه دي المفروض ان احنا نحط فيها كورن سيرب، بس انا حبيت احط كله، يبقى يعني يبقى هيلثي، يبقى كله مفيش فيه بقى ولا دقيق ولا حليب، مع اني الحليب بحبه، ولا زبده ولا زيت، يعني حقيقي موفره جدا. وهكمل نفس الطريقه، هفضل اضغط عليها بايدي بالشكل ده، بحيث اني احس ان الشوفان شرب الحاجات اللي انا اديتها له. ما تبقاش الحاجات اللي انا حطيتها عليه تبقى من بره وهو من جوه دراي، مش هتحسي بطعمه. احنا عايزين ناكل يعني. في ناس ما بتحبش الشوفان وهي معذوره لانها ما لقيتش حد يعلمها او يجيب لها الطريقه صح. لذلك انا عملت شوفان معاكم كتير قوي قوي قوي، بوصفات كتير، فطاير وحاجات كتير. اللي يخش على قناتي يكتب شوفان، يكتب اسم القناه وجنبيها شوفان، هيطلع حاجات كتير هتعجبكم قوي قوي حقيقي. هنا بس انا لما بحب اخد ورق الزبده، فقلت اقيس عليها من ورا عشان تسهل عليا. في ورشيت سبراي جاست ان كيس. نزلت بقى بشويه كده، ادلع بقى شويه مارشميلو. ده اختيار، حابه تحطيه حطيه، بس عشان ايه؟ اخلي ولادي ياكلوه. انتوا عارفين الحاجات دي اغلب اللي بياكلوها الكبار، ولكن بما اني ولادي هياكلوا منها يبقى احط لهم شويه من المارشميلو. وزي ما قلت اختياري، هفضي جزء هنا والباقي هعمله صوابع بقى. هنا هروح موزعاه في القالب بتاعي بالشكل ده. هبتدي ابقى تانية ايديا واضغط عليه، وكاني يعني بعجن عجينه بصوابع ايديا وانا قافلاها كده، عشان اتاكد ان انا وزعتها من تحت، ضغطتها مفيش فيها هوا، عشان لما اجي اقطعها اتحكم فيها. وبرده عشان اتاكد فردتها تاني فرده سريعه. بصوا شكلها عامل ازاي. الفرن عندي لازم يبقى سخن قبلها. هدخلها الفرن من 10 دقايق ل 12 دقيقه على درجه حراره 180. اكتر من كده هتنشف منك، واحنا مش عايزينها ناشفه، احنا عايزينها متماسكه وطريه عشان يعني نحبها تبقى حلوه. هغطي عليها واسيبها، اول ما هتبرد هشتغل عليها. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هنا قستها مقاس الصينيه اللي انا استخدمتها، على فكره انا قستها قدامكم اهو، لقيتها 21 في 21، عشان ابقى متاكده، لانه مش كاتبين على القالب المقاس، فانا دايما ببقى متلخبطه في الموضوع ده. وقلت عشان ما انساش لاني عندي زهايمر مبكر، اركن الورقه على جنب، وابتدي بقى ايه، اطلع السواتير بتاعتي واقطعها. عايزه اقول لكم، انا كنت في سعاده ما حصلتش وانا بقطعها. ابني الصغير داخل مش عارف انا بعمل ايه، بيقولي في ريحه حلوه انا شممها. فحقيقي تبارك الله،
شكلها حلو قوي قوي، جميلة قوي. انا قطعت الجزء الصينية قطعتها بالشكل ده، الجزء التاني عملته صوابع. بص هنا بقى، هجيب بسيط من الشوكولاتة، ده اختياري، حابة تعملي الموضوع ده اعمليه، مش حابة ما تعملهوش. بس قلت بقى اغطي كده من على الوش، اعمل شكل من على الوش، كنت عايزة اغلف الوش كله. جبت جزء من الشوكولاته، حطيته في الميكروويف فوري 40 دي 40 ثانيه عفوا، ونزلت عليها بالشكل ده. ممكن تستخدمي الشوكولاته، انا استخدمت دارك تشوكلت، ممكن تستخدمي البيضه او اي حاجه انت بتحبيها، ممكن ما تعمليش تاني. هي الشوكليت شيبسي كانت من فوق زهره، بصوا شكله عامل ازاي. ايه ده، هو عدى إيه، مش عارفه تحطولي معنى يناسب الريحه اللي انا شمها. وانت حاسه بايه دلوقتي وانا بقطعها قدامك؟ بصوا عامله ازاي، طريه، الحروف مقرمشه قرمشه خفيفه كده تخليكي انجوي. عايزه اقول انجوي كان معاكي حبيبه. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم، وتعملوا شير لي برضو لو عجبكم، وتابعوني على صفحتي وقناتي.